لماذا شرع في السفر؟ لأنه هو اللي خارج عن الإطار العام. إنك إذا ارتفعت على جبل أو هضبة أو تل إنك تكبر الله عز وجل، تشعر أن الله أكبر منك وأجل منك، وأنك ما تنازع الله في شيء من اختصاصه. وإذا هبطت مكانا تنزه الله عز وجل عن السفول، تسبح. والناس اليوم نسبة منهم اللي ينتسبون الإسلام ما يذكرون هذا في الأسفار الآن، والله ما يذكرون إلا ما شاء الله، إلا ما قل جدا. أهم شيء عند الناس البقالة، لا تترك شيء تقدر عليه، تملأ السيارة بأنواع الأطعمة والأشربة والتفنن كذا. صح أن هذا في شيء من الاستجمام، وأن الأسفار قليلة في الأيام وكذا وكذا، وأن الإنسان يغير على أهله ما وسع الله عليه، لكن المبالغة في هذا والغفلة الاشتغال بهذا، يأكل من يوم يمشي لما يصل 5 ساعات متفنن يليق هذا. وين ذكر الله؟ تستطيع تذكر الله وأنت تأكل؟ أنا أذكر هذه أمثلة من الغفلة يعني. والاشتغال بأمور مباحة هذا أمر مهم، حتى أن الإنسان في السفر ينشغل بهذه الأشياء عن أذكار الصباح.